السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا بكم أصدقائي أينما كنتم. كما تابعتم متابعينا الكرام، انتهت مباراة الجيش الملكي والرجاء البيضاوي في الدار البيضاء، الجولة الثانية من الدوري المغربي الممتاز موسم 2023-2024. كما تابعتم، كان الشوط الأول مثالي في فرجة، في أهداف، في 3 أهداف، في كارت أحمر، في ركلتي جزاء، وكانت المباراة مشتعلة وحارقة وتيكي تاكا لكلا الفريقين. كانت يعني مباراة فيها فرجة ممتعة، لكن في الشوط الثاني بعد الكارت الأحمر صراحة للرجاء تغيرت الأمور. في حين الشوط الثاني زيفن باور الألباني مدرب الرجاء، الكوتشنج الذي قام به في هذه المباراة لم يكن كوتشنج في المستوى. كما يعلم الجميع، مباراة اليوم برهنت ووضحت العديد من الثغرات في هذه المباراة. فنفس الأخطاء نهائي كأس العرش مع بركان، يعني تلقى الرجاء كرت أحمر وعاد إلى الخلف، وجميع اللاعبين الذين يصنعون الفرق تم إخراجهم، فهنالك سجل عليه الهدف. مرة أخرى يعني يتم إدخال اللاعب أيمن حسين الذي لا يصلح للهجومات المرتدة بسبب عامل الوزن، لأن اللاعب بدون لاعب أطراف لا أظن بأن سيكون له إضافة. كذلك إدخال زريدة كجناح لم يكن مفهوما بالبتة. عدم الاعتماد على مبارك الذي لا يوجد استخلاص الكرات وبناء الهجمة، وإدخال كاميرا الذي تنقصه التجربة، فأمور يعني غير مفهومة في كوتشينغ الرجاء. يعني زيفن باور لم يكن يدرس الرجاء كما هو مطلوب، فضاعت 3 نقاط كان يمكن أن يكون يستغلها الرجاء البيضاوي. في حين الجيش الملكي قدم الشوط الثاني رائع، وكوتشينغ في المستوى الذي قام به المدرب التونسي. فجميع التغييرات، لا إدخال زكريا الحبطي في الجهة اليمنى، وكذلك على جرى الدين على أو أجرى على الدين الذي كان هنالك في الجهة اليسرى. فلاحظنا هناك تحركات على مستوى الهجوم، وكانت هجومات يعني متسلسلة وبناء الهجمة من الخلف، وكان الأمور منتظمة لأن الرجاء سهلت المأمورية في العودة للخلف، وبالتالي أتى التعادل عن طريق زكريا الهبطي الذي أخذ كارت أحمر في آخر الدقائق كما طبعا. فكان العديد من الانتقادات حول زكريا الهبطي من طرف الجماهير، والقذف والسب، يعني لأن اللاعب كان ابن الرجاء، وكذلك سجل الهدف وذهب ليحتفل. أظن بأنه لم يكن عليه أن يحتفل أمام جماهير الأمس. على العموم، المباراة كانت مفتوحة من كلا الفريقين، مباراة كانت جيدة أن تنتهي بهدف لمثلهما، فرجة وأهداف وكارتين أحمر. صراحة حكم المباراة جيد، قدم مباراة جيدة، يعني ممكن نقول 9/10. وكذلك مباراة كانت في المستوى يتقاسم الفريقين نقاط المقابلة. إلى هنا مشاهدينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة. دمتم برعاية الله، وإلى اللقاء.